أسطورة الملاكمة مايك تايسون اللي حرفيا أرعب كل الملاكمين وكل خصوم، كان غشيم بدرجة كبيرة جدا داخل الحلقة. علماء نفس لما جم يفسروا التصرف بتاعه كانت الإجابة صادمة جدا، وهو الخوف. Fear is my friend. I love fear. Fear allows me to reach my highest potential. The fear of failing is an illusion. Yeah. Fear is an illusion, but we have to have desire. We have to have something that pushes us. Fear pushes us. Dressing room, 5 minutes before I come out, my gloves are laced up. When I come out, I have supreme confidence, but I'm scared to death. الخوف لو جيت تعرفه هتلاقيه شيء معقد جدا، لان ليه تأثير على الجانب النفسي والجانب الفسيولوجي وحتى الجانب السلوكي. والتعريف الاقرب ليه ان الجسم او العقل تحديدا بيحس بتهديد المحتمل جاه شيء ما هيحصل، فبيبدأ يعمل شوية تغيرات فسيولوجية زي مثلا زيادة نبضات القلب وزيادة تحمل القوى العضلية وكده. ابسط مثال ان لو كلب جري وراك قبل كده فانت هتحس بالتغيرات اللي حصلت دي كلها، هتحس نفسك كده سوبرمان في نفسك، حرفيا عندك قدرة كبيرة جدا على الجري انت ما كنتش مكتشفها في نفسك. نرجع لقصة مايك تايسون. مايك تايسون صرح في بعض لقاءاته ان هو فعلا كان بيخاف في المباريات بتاعته، ولكن الذكاء ان هو كان بيتعامل مع الخوف ده ان هو كدافع ليه. طب ازاي؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. الادرينالين هو هرمون من هرمونات الجسم، والمسؤول عن الليله اللي احنا حكيناها دي كلها. اي شخص في الدنيا مكون من مجموعه من الاعضاء، يعني مستحيل ان انت تلاقي انسان خارق، بالتالي اكيد بيخاف. ولكن هنا في تفاوت في نسب الخوف. بس الشجاعه هي القدره على التحكم في الخوف، بالتالي الشخص الشجاع هو دايما الشخص المتحكم في نفسه. طب ازاي اقدر اتحكم بقى في الخوف ده، او تحديدا ان انا اكون شجاع؟ اول نقطه والنقطه المهمه وهي اصلا اعرف انت بتخاف من ايه. مثلا بخاف من البلطجي اللي على اول الشارع، او بخاف من فلان عشان هو اقوى مني، او بخاف من مديري في الشغل عشان التأخير وكده، وهكذا بقى. قيس على نفسك. اول نقطة انت لازم تواجه نفسك او واجه خوفك. طيب يا عم انا واجهت خوفي، ايه بقى حل المشكلة دي؟ يعني اعمل ايه؟ حل المشكلة دي بسيط جدا. كل ما زادت نسبة الامان قلت نسبة الخوف. هسألك سؤال صغير، لو اتنين واقفين قصاد بعض، واحد معاه سلاح وواحد مش معاه سلاح، والاتنين كارهين بعض لحد الموت، وخلاص الاشتباك بينهم واقع، فهسألك سؤال كده، مين اكتر حد هيكون خايف؟ اللي معاه سلاح ولا اللي مش معاه سلاح؟ بديهيا هتقولي اللي مش معاه سلاح، وفعلا اجابتك صح، اللي مش معاه سلاح، لان هو كده ميت. وهو ده اللي اقصده. النقطة دي كانت عند الشخص التاني ان عامل الامان عنده زيادة، واللي هو السلاح. طيب ما اكيد انا مش هشتري سلاح وانزل امشي بيه، عايز حل فعلي فعلا للمشكلة دي. بص يا سيدي، مثلا بلطجي واقف قدام على نصة الشارع وانا دايما بخاف اعدي، العب فنون قتالية. اولا هي كرياضة، ثانيا هتكسر لك حاجز الخوف ان انت ما تخافش من اي حد، ثالثا هيبقى عندك التكنيكس او الدفاعات اللي انت هتقدر تدافع بيها عن نفسك، وتستغل خوفك ده، تستغل الخوف بتاعك ضد خصمك، ان انت اللي هتخوفه مش هو اللي هيخوفك. وكذلك قيس عليها اي حاجة في حياتك، وحط في بالك دايما ان اللي قدامك ده طالما بشر فما يتخافش منه، او تحديدا ما تبينش انك خايف منه. بتشوف اخطر المجرمين والبلطجيه اللي بيكونوا قلبين الدنيا كلها بيبقوا عاملين ازاي في ايد الشرطه. الموضوع ببساطه لان انكسر عندهم حاجز الامان، او العزوه اللي هم كانوا فيها خلاص كده بلح، حتى لو هو مبين عكس كده. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان خايف لما دخل غار حراء مع النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا سبحانه وتعالى لخص كل الكلام اللي انا قلته ده في ايه واحده بس: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. خلاصة إن القرية لما انقطع عنها رزقها والأمان انجلى من عندها، ما عادش عندهم غير الخوف، وبقوا خايفين هيعيشوا ازاي وهيشيلوا هم بكرة ازاي. سلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه
فأخذهم العذاب